يا جماعة ركزوا معايا جدا في اللي هحكيه النهاردة، لأن الحكاية دي مش مجرد قصة سمعتها. دي حكاية عزبة الغريب اللي اتمسحت من السجلات الرسمية في السبعينات، ومحدش بقى عارف يوصل لمكانها. والسر كله بدأ لما خالد قرر يدور ورا ورث أبوه اللي سابهوله في قرية بعيدة في أطراف الفيوم. خالد كان شاب مش بيؤمن بالخرافات خالص، ولما وصل هناك لقى البيت عبارة عن قلعة حجرية قديمة ملهاش شبابيك بتطل على بره، وكل اللي حواليها أرض ناشفة وشجر ميت. أول ما دخل البيت حس إن الهوا تقيل وصوت نفسه مسموع بزيادة، وفجأة سمع صوت تكة جاية من تحت الأرض، وكأن في حد بيفتح قفل قديم بقاله سنين. ومن هنا بدأ خالد يلاحظ إن المرايا اللي في البيت مش بتعكس صورته هو، دي بتعكس حاجات كانت بتحصل في البيت زمان. شاف ناس بتجري وبتصرخ وناس بتختفي جوه الحيطان، والموضوع زاد لما لقى تليفون قديم جدا في الصالة ملوش سلوك وبدأ يرن. ولما رد سمع صوت أبوه اللي مات من 10 سنين وهو بيقوله يا خالد اهرب، السرداب اتفتح ومحدش هيقدر يقفله تاني. وفي اللحظة دي النور قطع تماما، وبدأ يسمع صوت خبط منتظم جاي من ورا باب الخشب اللي في آخر الممر. ولو انت مكمل معايا لحد اللحظة دي وعايز تعرف خالد شاف ايه ورا الباب، فانزل دلوقتي حالا اخبط اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس، عشان احنا لسه بنقول يا هادي والتقيل كله جاي ورا. المهم ان خالد مسك الكشاف بتاعه وقرب من الباب وفتحه، لقى سلم نازل لسرداب ريحته بخور مريب، وكل ما ينزل درجة بيحس ان جسمه بيتقل، لحد ما وصل لغرفة كبيرة كلها صناديق خشب قديمة، وفي نصها مراية بطول الحيطة. ولما بص فيها لقى نفسه واقف بس بملابس قديمة جدا، وكأنه شخص تاني عايش في زمن تاني. والنسخة اللي في المراية مد ايده وشد خالد لجوه بقوة رهيبة. خالد لقى نفسه في عالم معكوس، البيت هو بس مفيش أبواب تخرج للشارع، وكل الناس اللي اختفوا في القرية دي زمان لقيهم محبوسين معاه. وجوه السرداب لقى كتاب قديم مكتوب بدم غريب بيشرح إن البيت ده كان سجن لكيانات مش بشرية، وإن أبوه كان هو الحارس، وبما إن خالد دخل يبقى هو الحارس الجديد اللي مش هيخرج منها أبداً. وبدأ خالد يشوف النسخة اللي خرجت مكانه للدنيا وهي بتتعامل مع أصحابه وبتحضر جنازته، وهو واقف ورا المراية بيصرخ ومحدش سمعه. والقصة دي بتعلمنا إن مش كل ورث بيبقى رزق، ساعات الورث بيبقى فخ. ولو عايزيني أحكي لكم إيه اللي حصل لخالد في العالم التاني وإزاي حاول يبعت رسائل للناس عن طريق الأحلام، استنوني في الجزء اللي جاي، بس اتأكد إنك مفعل الجرس عشان تكون أول واحد يعرف الحقيقة، لأن الغموض اللي جاي هيخليك تشك في خيالك وانت ماشي في الضلمة. وقولولي في الكومنتات لو مكانه كنتم هتفتحوا باب السرداب ولا هتجروا من أول لحظة. الحكاية لسه فيها أسرار كتير ومحدش هيعرف ينام الليلة دي بعد اللي سمعه.